سلام البنات، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نرحب بكم معنا في فيديو جديد ووصفه جديده. واليوم وصفتنا راح تكون عباره على تحليه بذوق الفراوله بطريقه جد سهله وبسيطه، والنتيجه صدقوني حبيباتي راح تكون روعه. نبداو على بركه الله في المكونات وفي التحضير في نفس الوقت. عندي كسرونه نديرو فيها لتر من الحليب، نضيفوا لها تقريبا 5 ملاعق من الفلون ذوق فراوله. نضيف معاها 2 ملاعق 2 ملاعق من لا مايزينا و3 ملاعق من السكر. يعني كمية تاع الفلون اللي حطيتها البنات ذوق الفراولة قلت لكم 5 ملاعق، يعني ما يقابلها 2 أكياس، يعني الحجم تاعهم يكون صغير تاع 50 غرام هذوك. نحرك المكونات كما راكم تشوفوا، واذا كان حبيتوا هذا اختياري البنات باش يعطينا لون برك نحطوا لاغوم تاع الفراوله. نديوها على النار نخليوها تبدا تغلي، نخليوها تقريبا دقيقه من وراء ما تبدا تغلي ونحيوها. نفرغوها في الغيسيبيون ولا حاجه تكون واسعه البنات، خليوها تبرد شويه ومن بعد دخلوها للفريجيدير. طبعا نغطيوها بالبابي فيلم نحطوها في الثلاجه. عندي كاس تاع الماء نديروه في كاسرونه ونضيف معاه نص يعني كاس تاع السيرو. اخترت ذوق الفراوله، ندير معاه 2 ملاعق تاع لا مايزينا. طبعا ماناش راح نحتاجو للسيرو، راح نحضروا عفوا ماناش راح نحتاجو للسكر في السوبر كريم، لانه هذاك النص الكاس تاع السيرو راح يكون حلو. نديوها على النار نبقاو نحركو ما نحيوش يدينا حتى نشوفوا القوام تاعها يعني عقد. نحيوها ونفرغوها في الغيسيبيون. وللامانه البنات انا لهنا شفتها متماسكه شويه بزايد، عاودت درت نص كاس تاع الماء وضفت له قطرات برك، نص مغرف ولا مغرف من لاغوم هذاك تاع الفراوله، ودرت معاها ملعقه تاع اكل سكر، عاودت حطيتها على النار باش تجيني خفيفه، وعاودت ضفتها للسوبر كريم هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا عليا، يعني باش تجيني شويه خفيفه. هذاك السوبر كريم نعاود نغطيه وسي ونحطوه في الثلاجه يبرد. نروحو نطلعو لاشونتي تاعنا. عندي كاس يكون معمر، كاس تاع لاشونتي نضيف له تقريبا ربع كاس، نضيف بشويه هذاك ربع كاس تاع الحليب، يعني باش ما تجيناش سائله، من الافضل تكون متماسكه شوي. بعد ما طلعت لاشونتي تاعنا مليح نحيو منها كميه صغيره برك للتزيين، كما راكم تشوفوا حوالي 2 ملاعق للتزيين. بعد ما برد معنا السوبر كريم كما راكم تشوفوا، نروحو نعاودو نحركوه بالباتور باش نتحصلوا برك على القوام هذاك يكون كريمي. طبعا تكون عندي كميه من الفراوله، نروحو نقطعوها يعني دي مورسو يكونوا صغار. حاولوا انكم هذيك الحبات تاع الفراوله اللي يكون الشكل تاعهم مليح خليوهم للتزيين، يعني والحبات اللي يكونوا صغار نقطعوهم بالطريقه هذه. نضيفوا الفراوله للسوبر كريم، وكما راكم تشوفوا البنات وكما حكيت لكم قبيل السوبر كريم اللي عندي كان متماسك، لاني 2 ملاعق تاع لا مايزينا اللي حطيتهم كانوا شويه معمرين بزايد. على هذيك رحت حضرت كما قلت لكم سوبر كريم يكون سائل، يعني تقريبا اقل من نص مغرف لا مايزينا، مع اقل من نص مغرف تاع اكل، مع وتكون ممسوحه، ومعاها نص كاس تاع الماء ومغرف صغيره يعني تاع لاغوم تاع الفراوله عفوا.
وهذيك كريم تاع الفلان تاعنا من بعد وسي ما كانت بردت وتماسكت مليح، عاودت حركتها ولا درتها ضربتها بالباتور حتى يولي القوام تاعها وسي كريمي، ونروح نضيف لها هذيك الكمية تاع لا شانتيي اللي كانت حضرتها ديجا، ونحركو طبعا بالطريقة هذه. تحبوا ترجعوها للفريجيدير يعني للثلاجة تاعكم تعاود تتماسك، ولا تروحوا يعني تحضروها في الكؤوس تاعها ولا لي فيغين تاعها مباشرة، ومن بعد تخليوها تبرد. انا فضلت اني نحضرهم في الكؤوس تاعهم ونخليهم يبردوا مرة واحدة خير. نديو كمية يعني من الكريمة نحطوها في لابوش، وكان من المفروض هنا احنا نحضروا يعني جينواز بذوق الشوكولا، لكن انا باش نسهل عليكم فضلت اني نستعمل المادلين يعني بذوق الشوكولا. نحموا المادلين تاعنا ونفتفتوها بالطريقة هذه، يعني مش لازم تكون مرحية، غير هكا نديروها بشوية برك. نجيبوا لي فيغين تاعنا نديروا طبقة الاولى من المادلين، انا قلت لكم نفضل تكون ذوق الشوكولا، وانتم يعني تستعملوا الذوق اللي حبيتوه، وكما نعرفوا كامل الشوكولا يعني تتماشى مليح مع الفراز، هذيك فضلت نستعملها. كما راكم تشوفوا لي فيغين نستعملهم انا هادوما، يعني الحجم تاعهم كبير كبير ياسر تديكم كميه كبيره، لكن لو كان تستعملوا دي فيغين يكونوا الحجم تاعهم صغار، صدقوني البنات تخرج لكم كميه يعني ما شاء الله. بعد ما درنا طبقه من المادلين نروحوا نديروا طبقه من الكريمه. والطبقه الاخيره كما راكم تشوفوا راح نديروها فراوله يعني مع سوبر كريم، هذا راح يعطينا ذوق صدقوني رائع. وهذا الشكل النهائي اللي نتحصلوا عليه كما قلت لكم قبيل، يعني كميه هذيك لا شانتيي اللي نحيتها حوالي 2 ملاعق تاع اكل. التزيين تاعها نديروا هكا وليدات في الوسط فقط، ونزينوهم يعني بقطع تاع الفراز ولا بحبات الفراز بالطريقه هذه. والكؤوس هذوكا كما راكم تشوفوا كنت زينتهم يعني من الداخل بقطع تاع الفراز. كيف ما نديرو نحكموا سكين تكون شويه ماضيه، نديرو وريقات هكا بالفراز يعني، لكن باش تحكم لكم في الكاس لازم تكون شويه رقيقه ما تكونش خشينه. وزينتها من الفوق بهكا رشه خفيفه برك من المادلين. هذه وصفتنا البنات لليوم ولا التحلية تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. اللي عجبتها الوصفة تاعنا ما تنساش تبارطاجيها مع حباباتها والعائلة تاعها والأصدقاء. ما تنسوناش البنات بلايك. مع السلامة ونتلاقاو في وصفة جديدة، في أمان الله.